ليلة وحدة من بعد 10 سنين ديال الحرب، المدينة اللي كان كيحسب لها راسها محصنة بالاسوار ديالها غادي تفتح الابواب ديالها للعدو. ما كانش غزو بالقوة، ولكن كان غزو بالثقة. هذه قصة حصان طراودة اللي علمت البشرية ان اخطر عدو يقدر يدخل من الباب. طراودة مدينة اللي محصنة باسوار ما يقدر حتى جيش انه يخترقها، والدليل الإغريق حاصروها لمدة 10 سنين كاملة، 10 سنين ديال المعارك وديال الحرب وديال القتل بلا ما يقدروا يدخلوا. الجيوش عيات وبدات كتفقد الثقة والأمل. كيفاش 10 سنين كاملة ما قدرناش نطيحوا دفاع مدينة واحدة ولا حتى ندخلوا لها؟ هنا كان لازم أنهم يلقاو فكرة أخرى، هاد المرة ماشي بالقوة ولكن بالعقل. وسط هذا الكم الكبير ديال اليأس وديال التعب وديال الاستسلام غادي يخرج راجل واحد من الجيش الإغريقي بخطة اللي غريبة. أوديسيوس من أذكى القادة الإغريقيين غادي يقول لهم بلي احنا ما خصناش نهرسوا أسوار ديال طراودة، ولكن خصنا ندخلوا منهم، وهما بالضبط اللي خصهم يحلوا لنا الباب. الفكرة كالتالي: غادي يبنيو حصان كبير ضخم من اليهود وغادي يتخباو فيه افضل محاربي الاغريق، وباقي الجيش غادي يتظاهر بانه استسلم وغادي يركبوا في السفن ديالهم وغادي يمشيو. الحصان غادي يبقاو قدام اسوار طراودة كهدية وكرمز للاستسلام. الجيش الاغريقي ما تقبلش الفكرة بالسهل. كيفاش جيش كبير فحال الاغريق غادي يخلي هدية قدام اسوار ديال طراودة؟ والطراوديين ما غاديش يعيقوا بالقلب. ولكن اوديسيوس كان تيق في الخطة ديالو لأنها كانت مدروسة، زيد عليها 10 سنين ديال الحرب، فالكل مستعد أنه يتيق لحظة الاستسلام ولحظة انتهاء الحرب. بالإضافة لأن الحصان اللي بقى قدام أسوار طراودة غادي يولد شيء من الغرور والفضول عند الطراوديين. الخطة بدات في التنفيذ. أفضل المحاربين تخباو في الحصان، وباقي الجيوش ركبوا على السفن ديالهم وتظاهروا بالاستسلام. الشواطئ ديال طراودة خوات لأول مرة من 10 سنين هادي، كل شي فرحان وكل شي ما متيقش. واش بصح الحرب سالات؟ 10 سنين ديال العذاب وديال الموت وديال القتل وديال الحرب وديال الخوف. أخيرا جا الوقت اللي غادي نرتاحوا فيه، وجا الوقت اللي غادي يستسلم فيه الجيش الإغريقي. جا الليل والإغريقيين مازال لابدين في الحصان وكيتسناو اللحظة اللي غادي يدخلوا فيها أسوار ديال طراودة. الكل محتفل والكل فرحان والكل سكران، وجات اللحظة اللي غادي يقرروا يدخلوا فيها